أول قطر بدورين في مصر، مش هتشيل هم السفر أيا كنت رايح فيه. هيربط بين البحر الأحمر للبحر المتوسط للصعيد للعاصمة الإدارية لبني سويف وأبو سمبل، كمان فخامة وعملية، وهيشيل ركاب رحلتين في رحلة واحدة وبسرعة خيالية، في خطوة هتغير معالم البنية التحتية في مصر. كأول قطر بدورين هيشتغل على شبكة القطر الكهربائي السريع على طول 2000 كيلومتر. قطر ديسيرو سرعته القصوى بتوصل ل 160 كيلومتر في الساعة. مصر هتستلم منه 90 قطر من نفس الطراز من شركة سيمنز الألمانية، بجانب نوعين تانيين للقطارات هتكون موجودة ضمن شبكة القطر السريع، وده حسب ما كشف الدكتور طارق الجويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق لموقع الأخبار اليوم، وقال إن شبكة القطر السريع هيشتغل عليها 3 أنواع من القطارات. الأول هو القطر السريع فيليرو، وهو وسيلة جديدة للنقل الجماعي، وبمجرد ما تدخل هتحس كأنك في اليابان، شاشة عرض في كل مكان، وهيوصلك في أسرع وقت وبمنتهى الأريحية، وده لأنه بيمشي بسرعة 230 كيلومتر على الساعة، وده طبعاً هيساعد في تقليل زمن الرحلة، وفوق ده كله هيحقق أعلى وسائل الراحة والأمان، يعني هتوصل بيه للمكان اللي انت عايزه بكل أمان، وهتستمتع كمان في الطريق. أما تاني قطر هو قطر ديسيرو، وده بقى أول قطر في مصر هيشتغل بدورين، وبيمشي بسرعة 160 كيلومتر على الساعة، وهو ما يختلفش كتير عن اللي قبله من حيث الراحة والأمان وشاشات العرض وكمان الإذاعة الداخلية، وتصل طاقته الاستيعابية ل 849 راكب في الرحلة الواحدة. وأخيراً الجرار الكهربائي فيكترون، وده بقى مختلف كتير عن اللي قبله، مهمته إنه ينقل البضايع وبيمشي على سرعة 120 كيلومتر على الساعة. طيب القطر ده هيكون موجود فين وهيفيدنا إحنا في إيه؟ ببساطة يا سيدي، القطر هيغير معالم البنية التحتية، وهيربط بين كل المحافظات من اسكندرية لأسوان، ومن السخنة لحد العاصمة الإدارية، أو بالبلدي يعني هيلففك مصر كلها من بحر الإبلي. شبكة القطر السريع بتمتد من محطة السخنة على ساحل البحر الأحمر لحد العاصمة الإدارية الجديدة وإسكندرية والعلمين لحد مطروح على ساحل البحر المتوسط، وده معناه إن القطر هيربط بين البحرين برياً. والمفاجأة إن حتى سكان حدائق أكتوبر هيستفيدوا منه، بالذات مع بداية تنفيذ الخط الثاني من الشبكة، واللي هيضم محطة الفيوم وبني سويف ومدينة أبو سمبل. المحطات هتكون في مناطق تقاطع محاور النيل، وهيحقق ربط كل محافظات الوجه الإبلي الممتدة بطول الوادي لشمال الجمهورية، وهيكون في محطة تبادلية في منطقة حدائق أكتوبر. وبالمناسبة الخط ده هيدعم حركة السياحة بكل أنواعها، لأنه بيمر على المزارات الأثرية والدينية والمحميات الطبيعية في محافظات الوجه الإبلي المنتشرة بطول وادي النيل، وأهمهم الفيوم والأقصر وأسوان وأبو سمبل، وحتى السياحة الصحراوية والسفاري. وأخيراً الخط الثالث قنا والغردقة، واللي هيمتد من المحطة التبادلية للخط الثاني، واللي هتكون محطة قنا لحد مينا سفاجة للغردقة، وده مهم في خدمة البضائع من محافظة البحر الأحمر في الشرق لمحافظات الوجه الإبلي بطول وادي النيل للشمال والجنوب. يعني تقدر تقول كده شبكة متكاملة هتنقل مصر لحتة تانية، وهتخليك تروح أي مشوار في أي محافظة في أسرع وقت وبأحلى وسيلة مريحة وبرفاهية كمان. وكل ده هيكون في خلال النص الأول من سنة 2026. ده المفروض يبقى بداية التشغيل، وبعدها المحطات والخطوط هتشتغل تدريجياً. تخيل قطر زي ده لما يشتغل هيوفر وقت ويقلل الزحمة قد إيه؟